السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم حلويات هنودة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو هذا جبت لكم عاوتاني الماكارون، غير اليوم غادي يكون باللوز بالقشرة ديالو، طريقة جد سهلة. لالا مولاتي الحد كاع غتنوضي اليوم وغتصايبي لنا الماكارون في المنزل ديالك وغينجح لك بإذن الله 100%. طريقة جد مبسطة، كيجي معلك من الداخل ومقرمش من السطح. فعلا غينال الاعجاب ديالكم والاعجاب حتى ديال الضيوف ديالكم، غادي يعجبوهم بزاف بزاف كما غنوضح لكم التفاصيل كلها اليوم في الفيديو. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو 150 غرام ديال اللوز بالقشره ديالو. ممكن هاد المقادير كلها تقسموها على جوج. 150 غرام استعملت ديال اللوز، 130 غرام ديال بياض البيض يكون درجه حراره الغرفه، 130 غرام ديال السكر الخشن سكر سنيده، وعندي 150 غرام ديال السكر الناعم السكر الثقيل. كنجيبوا واحد المطحنه وكنطحنوا فيها اللوز مزيان حتى كيطحن لينا. وعاد داك الساعه في نفس المطحنه غادي نصبوا هذاك نكبوا داك اللوز اللي طحنا وغنضيفوا له السكر الناعم اللي هو 150 غرام. القياس ديال اللوز يكون هو قياس ديال السكر الناعم. كنجيبوا ورق الزبده وكنبقاو نغربلوه مزيان. غيبقاو لنا واحد الحبيبات في الاخير ما غاديش نستعملوهم، غير غادي نلوحوهم. صافي كنستعمل واحد الملعقه غير باش نفكو داك السكر الناعم تيكون شويه مجموع. والبقايا اللي غتبقى لينا كنلوحوها ما كنستعملوهاش كما غتلاحظوا دابا. ها البقايا هذه كنلوحوها باش ما تخسرناش المكرون. كنجيب واحد الاناء وغنديرو فيه واحد شويه ديال الخل باش نتاكدوا بان الاناء ديالنا نقي ما فيه حتى نقطه ديال الماء ولا نقطه ديال شي حاجه اللي غتخسر لنا الميرانغ ديالنا. هنا كنجيو كنديروا بياض البيض وكنطربوه شويه حتى كتطلع لنا الرغوه ديالو. عاد داك الساعه كنمشيو نصبوا السكر الخشن على 3 مراحل، شويه بشويه حنا كنطربوا وحنا كنضيفوا السكر على 3 مراحل. اللي كيتخوف من المكرون راه ماشي صعيب بزاف، راه ساهل الطريقه ديالو. علاش هو تيكون غالي؟ لان الطريقه ديالو هي اللي كتغلي الثمن ديال المكرون والطياب ديالو، لان خصو شويه ديال الصبر. ولكن كما غنشوفوا في هذا الفيديو راه طريقه جد مبسطه. فاش كنطربوا مزيان الميرانغ حتى كيرجع لينا منقار العصفور، على كما تنقولوا كيبري لامع، داك الساعه راه واجد، يعني حتى كنقلبوا الاناء ما كيتقلبش. كنضيفوا ليه الخليط ديال اللوز اللي غربنا والسكر الناعم وكنخلطوا عادي. دابا ما تخوفوش من هاد الطريقه هذه، راه جد مبسطه. كنبقاو نخلطوا عادي. عاد داك الساعه كنمشيو للمكروناج اللي هو التنعيم اللي غنوريكم التفاصيل ديالو بالضبط. راني ما زربش بزاف الفيديو باش نعطيكم الطريقه الكامله ديال المكرون. هاد التنعيم ديالو كما كنديرو كنبقاو نوزعوه على الاناء على هاد الطريقه هذه وكنجمعوه في الوسط تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال اللويات حتى كيشكل لينا رقم 8 كما كنسميوها، يعني كيهبط الخليط ما قاصح ما جاري ولكن ما كيتقطعش كما غتشوفوا في الاخير النتيجه. صافي كنكمل المكروناج ديالي. طريقه التنعيم ساهله كما كتلاحظوا، غير كنوزعوه على الاناء على هذه الطريقه وكنجمعوه في الوسط. كما كتلاحظوا راه باقي قاصح. كنجيو كنكملوا عاوتاني التنعيم حتى كنحصلوا على النتيجه المطلوبه. ما بغيتش نزرب الفيديو باش تجيكم النتيجه في الاخير مزيانه. صافي هذا باقي مازال كيتقطع ليا، مازال غنخدموا شويه عاوتاني، غندير له واحد الدوره اخرى ولا جوج. صافي ديك الساعه غادي يكون واجد. كما لاحظتوا في الفيديو السابق ديال الشوكولا، راه هنا الاعجاب ديال المتتبعين بزاف وجربوه وشوفوا التعليقات اللي كتبوا لي تما. جربوه من اول تجربه صدق ليهم المكرون ديال. ها هو دابا صافي دابا راه واجد. ها هو شكلنا رقم 8 وما كيتقطعش. دابا غادي نمشيو باش كنديروه في واحد، كندير واحد الدويه على هذا الشكل هذا وغندير واحد البوش وغادي نلويوها شويه باش ما يهبطش لينا الخليط. كنجيو كنصبوا المكرون ديال الخليط ديال المكرون ديالنا في هذا البوش هذا وغادي نمشيو باش نشكلوه. كما لاحظتوا راه طريقه سهله. شتي كيفاش كيهبط وما كيتقطعش، ما كيجيش جاري. الا جريتوه راه ما كيصدق لكمش المكرون. الا قصحتوه كانت العجين قاصحه راه ما كيصدق لكمش المكرون. صافي دابا كنجيب واحد السيليكون ديالنا كنديرو فوق واحد الصفيحه ديال الفرن وكنبقاو
نديرو على هاد الطريقه هذه في هذوك الدوائر. عندي هذه ديال السيليكون، ولكن غندير لكم حتى ديال الورق الزبده، حتى ديال الورق الزبده حتى هو كيطلع فيه مزيان. كتلاحظوا كنحاولوا ما امكن نديروهم متساويين، وعاد داك الساعه كنبقاو نضربوهم مزيان مزيان حتى كيقاد لنا السطح ديالهم كيتقاد، يعني تقريبا حتى كتحسوا به السطح تقاد. عاد داك الساعه كنمشيو كنجيبوا واحد الكيوردون وكنبقاو نحيدو داك الفقاعات الهوائيه اللي كتكون فيه. ضروري تحيدوا داك الفقاعات الهوائيه والا غيطرطق لكم في الفرن. الفقاعات الهوائيه كتكون ساهله وباينه، غتمشي دير واحد الكريسي وغتجلسوا في واحد الطبله يكون الضوء فيها باين، وراه غيبان لكم الفقاعات الهوائيه. غتحيدوهم غير بشويه وغتخلطوهم، وتحاولوا ما امكن انكم تقادوا السطح كذلك باش ما يبقاوش داك الحبيبات كما هذا الشكل هذا باينين. يعني فاش غنكمل راه غنضربها عاوتاني واحد الضربه اخرى باش نقاد السطح ديالها. وفاش غنكملهم غادي نخليهم ينشفوا مزيان مزيان. عاد داك الساعه غادي نمشيو باش نطيبوهم. هنا كنجيبوا صفيحه الفرن اخرى كنديروها في الجوانب ديالها شويه ديال العجين ديال المكرون باش يشد ليا، وكنديروا فيها لو كنشكلوا فيها المكرون. يعني كان عندكم السيليكون او الورق ديال الزبده حتى هو راه كيطلع فيها المكرون مزيان. دابا نفس الشيء كنبقاو نضربوها عاوتاني تقاد السطح ديالها، وكنمشيو بالكوردون كنحيدوا الفقاعات الهوائيه، وغادي نمشيو نخليوه باش ينشف مزيان مزيان. عاد داك الساعه كنمشيو نطيبوه. غنخليكم الفيديو ديال الشوكولا اللي كنت صايبت المره اللي فاتت في صندوق الوصف، اللي كان نال الاعجاب ديال المتتبعين كانوا يجربوه. غادي نخلي لكم باش تشوفوا الطريقه ديال الطهي ديالو في جميع انواع الافران. من بعد ما دازت واحد المده ها هو ناشف لينا كما كتلاحظوا. دابا راني سخنت الفرن ديالي درجه حراره 130 درجه. غنطيبو من الفوق ومن الاسفل والمروحه. بغيت ديروا غير المروحه ديروا 110 حتى ل 120 درجه. ها هو من الاسفل ومن الاعلى. دابا غادي نحل الفرن ديالي وغندخلو، راه سخن ليا، خليته 10 ديال الدقائق. غنسد عليه الفرن وغنخليه 5 ديال الدقائق على ما يطلعوا الرجيلات، وغنفتح الفرن وغنحسب 10 ديال الثواني وغنسدو. غنخليه تقريبا واحد العشرة حتى 15 دقيقه هكا حتى كنقلبو لداخل وكيتزعزع، يعني راه صافي راه طاب. وهو الشكل ديالو من بعد ما طاب كما كتشوفوا الرجيلات هما طلعوا. الشكل ديالو كيجي جميل بزاف، قاصح من السطح ديالو وكيجي هشيش من الاسفل. وهذا المكرون اللي استعملنا ورق الزبده حتى هو نفس النتيجه، مقرمش من الداخل هشيش من التحت، كيجي فعلا هائل. دابا هنا جبت الكناج ديال الشوكولاته البيضاء، بقات لي شويه من واحد الكيكه واستعملتها. ممكن نستعملوا ديال الكريمه ديال الزبده، ممكن نستعملوا اي حاجه. الشوكولاته البيضاء الكناش ديالها كيجي زوين. الطريقه اللي كنستعملوا في الكناش ديال الشوكولاته البيضاء هي مثلا غنستعملوا 50 غرام ديال الكريمه السائله، كنستعملوا 200 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. ومن بعد ما كملتهم ها الشكل ديالهم النهائي الجميل اللي غينال الاعجاب ديالكم والاعجاب ديال الضيوف ديالكم. وكما لاحظتوا في الفيديو طريقه جد مبسطه كما عودتكم دائما في المكرون. ها هو الشكل ديالو كما كتشوفوا مقاصح من السطح وما كيجي معلك من الداخل. دابا غنتناول وحده قبلتكم باش تشوفوا داك التعليكه المعروفه ديالنا ديال المكرون. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم كون نال الاعجاب ديالكم. كتبوا لي التعاليق الا جربتوهم، وما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه ديالي كنتو جيتوا في القناه ديالي. وان شاء الله نشوفكم فيديو اخر باذن الله. خليكم الراحه، مع السلامه.